دفعوا $250,000 في مصير مجهول وموت محقق، دقائق معدودة بتفصلهم عن الحياة والموت. رحلة البحث عن ركاب الغواصة تايتان أصبحت مهمة شبه مستحيلة. وإيه علاقة إيلون ماسك بالموضوع ده؟ العالم كله متأهب ومقلوب للحظة خروج جثامين طاقم الغواصة تايتان المفقودة من يوم الأحد، واللي هم مجموعة من أغنى رجال الأعمال في العالم، وكانوا في طريقهم لرحلة استكشاف لحطام السفينة الشهيرة تايتانيك، ونزلوا على بعد 4000 متر تحت المية. وللأسف بمجرد وصولهم للعمق اتقطع خط الاتصال مع السفينة الأم. سعر الرحلة دي $250,000 للفرد الواحد. الرحلة كان فيها مليارديرات من أغنى رجال العالم، ومن المحتمل يعلنوا عن وفاتهم خلال ساعات بسبب نفاذ مخزون الأكسجين اللي معاهم وضغط المية الرهيب اللي تحت. والركاب هم الملياردير البريطاني هامش هاردينج 58 سنة، ورجل الأعمال البريطاني من أصل باكستاني شهزادة داوود 48 سنة، وابنه سليمان 19 سنة، والمستكشف الفرنسي هنري نار جوليت 77 سنة. الغواصة المفقودة نزلت في رحلة لقاع المحيط الأطلسي يوم الأحد لمكان حطام سفينة تايتانيك، وفقدت الاتصال، ومحاولات الإنقاذ مستمرة من اليوم الأول من غير أي نتيجة. سفن وطائرات إنقاذ لفت في المحيط بالطول والعرض، والنتيجة صفر. الطائرات أثناء رحلة البحث سمعوا بأجهزة السونار صوت ارتطام قوي في قاع المحيط، وكان بيحصل كل 30 دقيقة، وبالفعل دوروا في أماكن خروج الأصوات، لكن النتيجة كانت سلبية للأسف وما لقيوش حاجة. وبحسب الخبراء مخزن الأكسجين المفروض أنه خلص من الغواصة، وده اللي معناه موت محقق لكل اللي في الغواصة. وفي سباق مع الزمن روبوت فرنسي هيغوص على عمق 6000 متر على أمل إنقاذ الغواصة. واللي زاد من القلق إن خفر السواحل الأمريكي أعلنوا اكتشاف حطام بالقرب من موقع سفينة تايتانيك، وهو المكان تقريبا اللي اختفت عنده الغواصة. لكن خفر السواحل الأمريكي ما أكدوش إذا كان الحطام ده للغواصة المفقودة أو لا. في البداية وبعد نزول المسبار وساعات من البحث اكتشفوا الحقيقة الصعبة، واللي بالمناسبة كانت متوقعة. وأعلنوا بعد كده إن الغواصة المفقودة لقوا حطامها بالقرب من سفينة تايتانيك. وقالت الشركة اللي مشغلة الغواصة: نعتقد إننا فقدنا طاقم الغواصة المفقودة. وعزت أسر الضحايا في بيان. وواحد من أصدقائهم أكد إنهم لقوا في الحطام ده إطار الهبوط والغطاء الخلفي للغواصة ومكتوب عليه اسمها، وفي آخر موقع معروف للغواصة تيتان. مع التغطية الإعلامية والاهتمام الكبير بالغواصة المفقودة في العالم كله والبحث ورا الأسباب اللي وصلتها لكده، بدأ تداول تغريدة نشرتها الشركة اللي طلعت الرحلة، والمالكة الغواصة تيتان شكرت فيها شركة ستارلينك اللي بيملكها إيلون ماسك، واللي المفروض إنها بتوفر خدمة الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية للمناطق النائية. وكانوا كتبوا في التغريدة: على الرغم من كنا في وسط المحيط شمال الأطلسي، فإن لدينا اتصال بالإنترنت الذي نحتاج لإنجاح عملية الغوص عند تايتانيك. شكرا لك ستارلينك. وقتها حساب شركة ماسك عمل لايك على التغريدة، لكن لحد دلوقتي لا ماسك ولا شركته علقوا على حادثة اختفاء الغواصة، ودي الحاجة اللي زودت التكهنات والشك حوالين ماسك وشركته، وإن ليهم علاقة أو دور في اختفاء الغواصة. وده في حالة إثبات أن الغواصة كانت بتتصل عن طريق شركة ستارلينك، خاصة أنه الاتصال بالغواصة اتقطع بعد نزولها بدقايق.